طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي المتابعين، ومرحبا بكم معنا في هذه النشرة الجوية الخاصة والحصرية على بلادنا المغرب. إذن ولله الحمد ما زالت التوقعات ثابتة، ما زالت التساقطات المطرية على بلادنا المغرب أحيانا عاصفية وأحيانا قوية من مستوى قد أحمر وكذلك من مستوى قد برتقالي على المدن المعنية، وسنوضح لكم كل شيء في هذه النشرة. ما عليكم إلا تتبعنا إلى الآخر وستعرفوا كل شيء. سنقدم لكم آخر تحديثات النماذج الطقس العالمي كما هو مبين أمامكم. التحديث الأخير الذي وصلنا قبل 49 دقيقة يبين ما زالت التساقطات المطرية على منطقة سوس وكذلك منطقة الحوز وعلى مستوى الأطلسين وكذلك المدن الصحراوية وصولا إلى المناطق الريفية بمشيئة الله. إذن أعزائي المتابعين، لكي لا أطيل عليكم لا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك، ونستهل نشرتنا بداية من صبيحة اليوم مع الساعة 11 بحول الله. يرتقب بعد التساقطات القوية على يفران الأطلس الصغير ستكون من مستوى قد أحمر ومن مستوى قد برتقالي، وكذلك بعد التساقطات على آسا وتساقطات مطرية على تيزنيت وتيفغاوت وأيشبهها ستكون تساقطات قوية على بلفاع وتيزنيت من مستوى قد أحمر وبرتقالي مرفوقة بزخات رعدية بحول الله، وتساقطات على مدينة أكادير وكل هذه المناطق الساحلية وصولا إلى الصويرة وكذلك خميس ولاد الحاج، وربما تكون بعض القطرات على مدينة أسفي، وتساقطات مطرية على أيد داود وإمتانوت وأمزميز وكذلك شروج قوية على غوت وأيشبهها. للأسف مدينة تيرودانت وسط المنخفضات لكن لم تصلها الأمطار. بالنسبة للمدن الأخرى ستستمر التساقطات نسبيا تكون قوية ونسبيا معتدلة، وتسينت وكذلك طاطا وتازناخ تساقطات على تلوين وورزازات وأنميتر، وتساقطات ثلجية قوية ربما تؤدي إلى قطع بعض الطرق على مرتفعات أمزميز وأوكيمدن وأنميتر، وكذلك ثلوج قوية على مرتفعات تبانت وأملشيل وأسول. تساقطات مطرية بمشيئة الله على تونفيت وميدلت، وبعض التساقطات على أقصى المناطق الصحراوية والمناطق الحدودية على مدينة زغورا ومرزوغا وراشدية، هذه المدن التي عرفت تساقطات قوية ولله الحمد. وكذلك تساقطات على ميدلت وبني ملال ربما تكون ضعيفة على هذه المنطقة ومدينة خريبكا وخنيفرة وكيكو، وكذلك تساقطات مطرية قوية على مدينة تازا وتيبغيت وصولا إلى أقصى المناطق الريفية على مدينة الدريوش والصكا وأكنول وكذلك الناظور، ربما تصل إلى مدينة الحسيمة. تبقى التساقطات على المناطق الريفية ضعيفة شيئا ما، ستصل إلى أقصى المناطق الشمالية كذلك مدينة سبت المحتلة وتطوان. تساقطات مطرية جد معتبرة خلال اليوم مسائي. يرتقب بحول الله استمرار هذه التساقطات على المدن التي ذكرناها سابقا على مسامعكم. ستستمر هذه التساقطات طيلة مساء اليوم إن شاء الله وصولا إلى الساعة 6 مساء، وستستمر هذه التساقطات. ستبقى ضعيفة شيئا ما، ستقل حدة هذا المنخفض لكن ستبقى مستمرة على العموم. أما بالنسبة لتوقعات يوم غد السبت بمشيئة الله، يرتقب باستمرار بعد التساقطات على مدينة الصويرة وكذلك مدينة داود وتامغي، وتساقط ثلوج على مرتفعات أوكيمدن وتازناخ وورزازات وكذلك بومان داداس وتبانت وكذلك تينغير، وتساقطات ثلجية معتبرة على إملشيل. ربما تكون بعد التساقطات المطرية على زاوية الشيخ وخنيفرة وسكورة مداز لكن تبقى ضعيفة احتمال هذه التساقطات وخفيفة إن شاء الله. بالنسبة لفترة الظهيرة دائما من يوم غد يرتقب بحول الله أن تعود الاستقرار للبلاد مع بعض القطرات الخفيفة والضعيفة على منطقة الحوز وكذلك على مستوى الأطلس الكبير على مدينة فاس، وربما أيضا على مدينة يوم غد. أما بالنسبة لتوقعات نهاية الأسبوع يوم الأحد، سيعم الاستقرار على بلادنا المغرب مجددا إن شاء الله ومستقرة على العموم بمشيئة الله. وكذلك بداية الأسبوع يوم الاثنين يرتقب بحول الله دخول بعض الجبهات الممطرة أو بعض السحب النشطة أحيانا على المناطق الصحراوية والمناطق الوسطى لكن تبقى ضعيفة شيئا ما، وهذه التوقعات البعيدة المدى لا نركز عليها كثيرا لأنها في تغير دائم، وسيكون لنا تفصيل وتوضيح خلال الأيام القادمة بمشيئة الله. أشكركم على حسن المتابعة ونلتقي في نشرة جديدة إن شاء الله.